حسب مصادر مقربة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فإن دعوة وصلت للأخير من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل حضور حفل زفاف نجله ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على رجوة خالد آل سيف السعودية الأصل، فيما أنه وحسب ذات المصادر فإن الملك سلمان من طرفه سيستجيب لدعوة نظيره الأردني، وسيكون على رأس وفد رسمي يزور المملكة الأردنية قبل موعد الزفاف بيوم، فيما أنه وحسب ذات المصدر فمن المقرر أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن الوفد الرسمي السعودي الذي سيزور الأردن، وهي الخطوة التي يبدو أن الملك سلمان يريد من خلالها أن يزيل جبل الخلافات بين نجله وملك الأردن، والتي تراكمت مؤخرا فيما يقف على رأسها مزاحمة المملكة العربية السعودية الأردن على الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، عدا عن التحريض على شخص ملك الأردن ودعم خطوة شقيقه حمزة في محاولة الانقلاب عليه، وهو الأمر الذي جعل ملك الأردن يأخذ موقفا متقدما من عدم زيارة المملكة العربية منذ سنوات. ولكن يبدو أن تعاطي الملك سلمان مع دعوة الملك عبد الله واصطحاب نجله محمد معه قد يكون كفيلا لاحتواء الأمور بشكل مبدئي نحو إعادة العلاقة بين البلدين إلى سابق عهدها، وهو ذات الأمر الذي ووفق مقربين من الملك سلمان يحاول أن يفعله الأخير مع واشنطن، لا سيما وأنه بعد إنهاء زيارته للأردن من المقرر أن ينفذ زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبدو أنه قد يستجيب الرئيس جو بايدن لشروط الأخيرة التي تصب معظمها في زيادة واردات النفط السعودي لأمريكا. المصادر ذاتها المقربة من الملك كشفت أن العاهل السعودي ومنذ مدة وهو يحاول أن يرمم علاقات بلاده الخارجية، وإنما جاءت دعوة الملك الأردني له لحفل زفاف نجله انسجاما مع رغبة الملك سلمان الذي من طرفه قرر أن ينتهز هذه الفرصة جيدا حين قرر أن يكون نجله محمد معه في هذه الزيارة، وهو ما يعتقد الملك أنه كفيل بتقريب وجهات النظر بين الأمير محمد والملك عبد الله الثاني. هذا ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يعقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران المقبل. وفي 10 من أغسطس آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض، بحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ أن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف. وسيشهد الأردن بهذه المناسبة احتفالات في مناطق مختلفة. ولد الأمير الحسين في العاصمة الأردنية عمان يوم 28 من يونيو حزيران لعام 1994، وهو الابن الأكبر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، ولديه شقيق واحد هو الأمير هاشم، وشقيقتان هما الأميرتان إيمان وسلمى. أنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في الأردن عام 2012، وتوجه لاحقا إلى الولايات المتحدة لنيل درجته الجامعية في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون، والتي تخرج منها عام 2016. في عام 2017 تخرج من أكاديمية ساندهurst العسكرية الملكية، وهي نفس الأكاديمية التي تخرج منها والده الملك عبد الله الثاني وجده الراحل الملك الحسين بن طلال، ويحمل الآن رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في 2 من يوليو تموز عام 2009 سمي الحسين وليا للعهد وعين نائبا للملك عدة مرات. واعتاد الأمير الحسين أن يرافق والده الملك في زياراته داخل وخارج المملكة، حيث ظهر إلى جانب والده في عدد من النشاطات الرسمية والعسكرية منذ نعومة أظفاره. بموجب الدستور الأردني فإن ولاية العهد لا ترتبط بدور سياسي، إذ عين الأمير الحسين نائبا للملك في المناسبات والمحافل الرسمية.
وفي يونيو حزيران عام 2010 ظهر ولي العهد لأول مرة وبشكل رسمي عندما مثل حينها والده في احتفالات ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم القوات المسلحة في الأردن. وبعدها بدأ الأمير يعتاد الظهور خلال زيارات عمل رسمية إلى دول عربية وأجنبية. في 22 من سبتمبر أيلول عام 2017 أصبح الأمير البالغ حينها 20 عام أصغر شخص على الإطلاق يرأس جلسة لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وفي مايو أيار 2017 ألقى الأمير أيضا الخطاب الترحيبي خلال جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، والتي عقدت في البحر الميت في الأردن. عام 2015 أسس الأمير الحسين مؤسسة ولي العهد تحت رؤية هي شباب قادر لأردن طموح، وأطلق من خلال هذه المؤسسة مبادرات عديدة تركز على دعم الشباب وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة والعديد من القطاعات الحيوية. ولعل من أبرز المبادرات التي حققت نجاحا لدى الشباب الأردني هي مبادرة مسار، والتي منحت الشباب فرصة نادرة للتدرب في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وبعدها وفي عام 2018 أعلن الأردن عن إطلاق أول قمر صناعي مصغر إلى الفضاء يحمل اسم GY1 سات. وتعمل المؤسسة ضمن استراتيجية عمل مكونة من 3 محاور هي الجاهزية للعمل والريادة، القيادة والمواطنة، وتشرف اليوم على تنفيذ 12 مبادرة وبرنامج تحت مظلتها. ماذا نعرف عن حفل الزفاف القادم؟ بحسب ما كشف الديوان الملكي الأردني فإن مراسم عقد القران ستكون في قصر زهران بعمان، وبني القصر في منتصف خمسينيات القرن الماضي، إذا احتضن حفلات زفاف ملكية سابقة كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين بن طلال. وبعدها يتوجه الموكب من قصر زهران إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بهذه المناسبة. من المتوقع أن يحضر زعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية هذا الزفاف الملكي. ويوم أمس أقامت الملكة رانيا العبد الله حفلة الحناء التقليدية للعروسة رجوة.